السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى من قناه منمن احمد. ده الفيديو اللي انا قلت لكم عليه بتاع كل الفرش اللي انا جايباها في جهازي، كل الفرش الميك اب. انا اشتريت الطقم اللي انا قلت لكم عليه من ماك، وكنت منزله فيديو ليه قبل كده، وكنت شاريه برضو فرش ونزلتها في فيديو. بس انا اشتريت حاجات جديده، فحبيت ان انا اطلع اوريها لكم، وبرضو اجمع لكم كل الفرش اللي انا حطيتها في جهازي عشان البنات اللي ما شافتش الفيديوهات قبل كده. تمام. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش يا بنات تدوسوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تشيروه علشان كل عروسه وكل بنت تستفيد، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. اول حاجه هبتدي بيها وهو الطقم ده من ماك. الطقم ده حلو جدا، عجبني. احلى حاجه ان هو فيه فرش كتير متنوعه للعيون وللوش. ده خلاني بصراحه ما اشتريش فرش كتير تاني، انا بس كل اللي اشتريتهم هي كانت فرش الدمج، عشان الطقم ده ما فيهوش فرش دمج. اهو يا بنات، ده شكله. هو ما شاء الله حاجه وعشرين فرشه. دي فرش خارجيه كده، انا يعني حطاها مش تبع الطقم، هو الطقم ده بس كده. بيجي معاه الفرشه اللي هي المروحه دي حلوه جدا، وجوده الفرش بصراحه ناعمه وحلوه. انصحكم بالطقم ده لو انتوا عايزين طقم فرش. وعايزه اقول لكم ان انتوا لما بتجيبوا الطقم بيبقى ارخص كتير لما بتجيبي بكل فرشه لوحدها. ممكن الطقم ده تجيبوه، وممكن كمان الطقم اللي هو الكابوكي اللي هو بيبقى 5 فرش للوش و5 فرش للعين. حلو جدا، انا لقيته بس بصراحه ما لقيتوش بالجوده اللي انا كان نفسي فيها، فعشان كده ما اشتريتوش. حلو، دي كلها فرش عيون. انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده اللي انا شارحه فيه وموريكم كل فرشه، هسيبها لكم في اخر الفيديو هتظهر لكم. اهو يا بنات، في بصراحه فرش كتير، وفرش كونسيلر اللي هي بتحط بيها تحت العين اهي. ممكن برضو لتحديد تنظيف الحواجب، فرش الحواجب اللي انت ترسمي بيها، الايلاينر برضو اللي هي بتاعه التنظيف دي. في اكتر من فرشة. اكتر حاجة عجبتني في الطقم ده ان هو جودته حلوة، الشعر بتاعه ناعم وكويس، وكان سعره عامل 120 تقريبا. بس ده كان من فترة، من كام شهر يعني، دلوقتي ممكن يكون غلي. انا ابتديت بصراحة بفرش الميك اب، قلت كده كده عشان ملهاش مدة صلاحية يعني، فعادي لو قعدت معايا. فشاريها تقريبا من شهر 2 او 3 حاجة كده يعني، مش فاكرة. ده يا بنات طقم كان حلو جدا، وزي ما بقول لكم لو اشتريتوا الطقم ده واشتريتوا الطقم الكابوكي فيبقى حلو عليكي جدا كاستخدام شخصي. اصلا الطقم ده فيه حاجات كتيره ممكن كمان ما تستخدمهاش كلها، بس الطقم الكابوكي حلو يعني. لو انت عايزه تجيبي الطقم الكابوكي وما تجيبيش ده يبقى حلو جدا. هاتي بس اللي هي بتاعه الفرشه اللي هي المروحه دي بس. تمام. اشتريت كمان الفرشه دي من هي مش ماركه، كانت عامله 30 جنيه الفرشه دي اهي يا بنات. بس حلوة جدا. بصوا الشعر بتاعها برضو ناعم خالص وطري قوي قوي قوي. بصوا الفرشة دي هي بالشكل ده. دي انا كنت جايباها للكونتور، حلوة جدا 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 للكونتور، بتدمجه حلو جدا الكونتور الباودر والكريمي برضو. بس الباودر حلو جدا، انا بحب الكونتور الباودر اصلا عن الكريمي. وكان سعرها عامل 30 جنيه، وزي ما بقولكوا شعرها وهم بجد، شعرها طري جدا. تمام. دي كانت عامله 30 جنيه كانت لوحدها، فدي فيها حاجه وعشرين فرشه، وكانت عامله زي ما بقول لكم 120. فطبعا الطقم بيبقى ارخص كتير. اشتريت كمان فرش الدمج دي، لان زي ما بقول لكم دي دمج الاي شادو، هنا مفيش فرش دمج. دي كانت في هنا اتنين، دول كانوا عاملين 12 ونص، ودي كانت عامله 15 جنيه. دول كنت شارياهم مع الطقم ده من فتره، كان سعرها 12 ونص. طبعا بعد ما الحاجه غليت بقت عامله 15. هما كلهم تقريبا معظمهم واحد، بس مع اختلاف ان في كبير وفي صغير. هو ممكن يكون من بعيد باين ان هما كلهم واحد، بس هما مش واحد يعني. دي اصغر من الاتنين دول، دي كبيره كده وبعدين دي جايه بزاويه وصغيره، حلوه جدا في الدمج. انا كان نفسي الاقي الاصغر كمان. دي بقى دي كبيره ومسطحه كده، ودي كبيره ومشطوفه من فوق، بس زي ما قلت لكم هي مش واضحه، بس حلوه يعني.
فرش الدمج زي ما بقول لكم اللي في الطقم الكابوكي برضو هتبقى موفره ليكوا اكتر وحلوه. دول انا اشتريتهم وعجبوني موت وتوزيعهم حلو، بس هي مشكله ان الفرش شويه كبيره فبتوزع على مساحه كبيره. فانا لو برضو الفرش اللي هي بتوزع على مساحه صغيره دي هي الفرشه دي عرفت ان انا اتحكم فيها. وبرضو الفرش دي فرش بتاعه الكونتور برضو وبتاعه الدمج من نكد، حلوه جدا اهي يا بنات، حلوة قوي. والفرشة برضو بتاعتها الشعر بتاعها ناعم جدا اهي. برضو دي بتاعة دمج، بتدمج حلو جدا وبتدمج على المساحة اللي انتي عايزاها. هي بتبقى مدببة وتنفع للكونتور برضو ان انتي ترسمي بيها الكونتور. بس بتاعة الكونتور انا يعني هخصص واحدة ليها، مش هتبقى دي اهي، هي هتبقى زي دي اللي انا حطاها هنا. اشتريت دي برضو، دي زي دي بس دي على اصغر بقى، برضو بتدمج حلو جدا يا بنات. يعني في الاي شادو بصراحه انا جربتهم كلهم وغسلتهم وحطيتهم تاني، عملت بيها لوك كده شفته وجربته وعجبني. برضو الفرشه اللي ورا دي انا حطاها معايا عشان ما تضيعش اهي. دي برضو بتاعت الاي شادو بتتحط على الجفن اللي هو المتحرك اهي، برضو حلو. ينفع برضو ان انتي تحطي بيها الشادو تحت العين تحت الجفن، برضو حلوة. انا بخليها ورا كده افضل، او ممكن اشيلها خالص. تمام يا بنات، ممكن احطها مع اي فرشة اهي. اوكي، جبت كمان الفرشة دي كابوكي حلوة موت يا بنات، احلى فرشة لتوزيع الفونديشن، انصحك بيها لو لقيتيها هاتيها. هي يعني زي ما انتم شايفين كده، اصلا الفونديشن ما بيخشش جوه، حلوة جدا جدا جدا. دي كانت سعرها عامل 30 جنيه، ممكن دلوقتي تلاقيها اغلى شوية بس حلوة جدا انصحك بيها. ودي كنت جايباها برضو، دي تنفع للفونديشن، حلوة موت في الفونديشن زي دي بالظبط، وتنفع برضو للكونتور، بتدمج الكونتور الكريمي حلو جدا والكونتور البودر برضو حلو، بس دي للكريمي اكتر، دي للبودر حلوه انصحك بيها. كنت جايباها ب25 وبتتباع في منها طقم وممكن تجيبيها لوحدها. دي طبعا بتاعه تنظيف الفرش اللي كنت طلعتها لكم قبل كده في الحاجه، ان انتي بتنضفي بيها الفرش بالشكل ده، بتحطي الشامبو اللي انتي هتنضفي بيه وتعمليها على الحاجات دي كده، بتنزلك كل اللي فيها. واخر فرشه دي بقى فرشه الشعر، حبيت اوريها لكم، دي كنت جايباها برضو، دي طالعه الفتره دي. بيقولوا حلوه جدا مش بتقطع الشعر يعني وحلوه، فانا قلت بصراحه اجيبها اجربها، ولسه ما استخدمتهاش بقى، هجربها باذن الله لما اتجوز واقول لكم رايي فيها واقول لكم رايي في الحاجات دي كلها ايه. بس يعني بشكل مبدئي كده الفرش دي حلوه جدا انصحكم بيها. بس زي ما بقول لكم الطقم الكابوكي ده لو لقيتيه هاتيه، بس اهم حاجه تتاكدي ان جوده الفرش حلوه، ان جوده الشعر يعني حلو. تمام، بس كده يا رب ما اكونش طولت عليكم، الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش يا بنات تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش كمان لو عايزين اي حاجه ممكن تكلموني على الفيس، هرد عليكم باذن الله على طول. وبالنسبه للبنات اللي كانت طلبت مني تعاونات، ان شاء الله باذن الله انا هعمل تعاونات لكل القنوات الجديده اللي عايزه يعني تعمل معايا تعاونات وكده، انا ما عنديش اي مشكله. انا بس مضغوطه والله الفتره دي خالص، يعني اللي هو انا مش ببقى مرتبه هنزل فيديو امتى. المشكله في التعاون ان انت بتبقى لازم متفقه ان انتوا يعني تنزلي الفيديو بيبقى في وقت معين، هي دي بس مشكلتي ان انا بصور، هصور يلا عشان اشيل حاجه، فانا بصور الفيديو بنزله على طول، هي دي مشكله. اخلص بس الحاجات اللي ورايا الفتره دي وباذن الله هرق لكم. وادعوا لي يا بنات عشان انا بجد محتاجه دعوتكم جدا. انا بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. بس كده، وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وكمان تفعلي الجرس لو انتي اول مره تشوفيني، فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم والفيديوهات اللي فاتت بتكون بتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.